بعد ما اتكلمنا عن جرثومة المعدة، المشكلة اللي موجودة عند ناس كتيرة جدا مننا، واتكلمنا عن الأعراض وإزاي تعرف إن أنت مصاب، وكمان أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، لقينا أسئلة كتيرة جدا عن طب إيه هي الأكلات اللي ينفع ناكلها ما ينفعش ناكلها، طب هل ينفع تحط لنا نظام غذائي خاص بمشاكل أو بمرضى جرثومة المعدة؟ حاضر، نعمل الفيديو، يلا بينا على طول بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد بدر، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه. هنتكلم النهارده في فيديو جديد من سلسله فيديوهات رحله الوصول للجسم المثالي، اللي هنحط فيه كل حاجه خاصه بالتغذيه، حتى التغذيه العلاجيه. الناس اللي عندها جرثومه المعده بيفرق معاهم كتير جدا نظام الاكل اللي بياكلوه. بس قبل ما نتكلم بقى في النظام بتاعنا، في شويه تفاصيل لازم نتكلم عنها في الاول علشان نعرف ناخد النظام بتاعنا بشكل مظبوط. وهو للناس اللي ما تعرفش ليه جرثومه المعده رخمه قوي، اشمعنى الدوده دي او الجرثومه دي رخمه قوي، وده لان معظم البكتيريا او الديدان اللي بتعيش في المعده ممكن تموت بسهوله جدا بسبب انها ما بتقدرش تتكيف مع حمضيه المعده، فبالتالي بتموت بشكل مستمر، ولو في تكاثر بيحصل بتتجدد، لكن برضو ما بتقدرش تأذي الجسم بشكل كبير جدا. لكن جرثومه المعده من ضمن الصفات اللي هي بتتميز بيها ان عندها القدرة على التكيف مع حمضية المعدة. كمان بتقدر تعمل فجوة او فتحة داخل الجدار بتاع المعدة وتعيش جوه جدار المعدة، فبالتالي الادوية اللي معظم الناس بتاخدها ما بتقدرش اصلا تخترق جدار المعدة، لان العلاج اللي هتاخده هيخترق جدار المعدة، بيعمل لك قرحة في المعدة، فبالتالي الادوية اللي بياخدوها ما بتقدرش تخترق جدار المعده وتوصل للجرثومه دي، فبالتالي النتائج ما بتكونش كويسه. وده حرفيا الشيء اللي بيحصل لمعظم الناس اللي بتاخد ادويه جرثومه المعده، الكورس اللي هو ال3 شهور ده، انه بيخرجوا منه بقرحه في المعده. لكن انا طبعا مش ضد العلاج، لكن انا حبيت اوضح بس النقطه دي بشكل سريع. نيجي بقى نتكلم عن ايه هي الحاجات اللي بتزود مشكله او اعراض جرثومه المعده. ودي طبعا حاجات معروفه جدا عند معظم الناس، زي اكل الحاجات المقليه وشرب المواد الغازيه، واتكلمنا عن في النقطه دي بالتفصيل قوي في الفيديو اللي فات، وحاجات تانية كتيره اتكلمنا عنها في الفيديو السابق اللي هسيب لكم الرابط بتاعه في الاي اللي فوق هنا، ممكن ترجع تشوفه بعد ما تخلص فيديو النهارده. لكن خلينا نتكلم على طول في الحاجات، العوامل المساعده اللي ممكن تهدي عندك موضوع جرثومه المعده. اول حاجه انك لازم تمضغ الاكل كويس جدا، علشان مضغ الاكل كويس بيسهل عمليه المعده في الهضم والاخراج، فما بيبقاش عندنا مشاكل كتير. تاني حاجه انك ما تملاش معدتك اصلا بالاكل، لان ملي المعده بالاكل برضو من الحاجات اللي هتتعبك كتيره جدا. تالت حاجه انك ما تاكلش وتنام على طول، برضو دي حاجه من الحاجات المشهوره عند الناس اللي بيبقى عندها جرثومه معده وبتشتكي منها، انه لو اتعشى في يوم متاخر ونام بيبقى الموضوع عنده زيادة حبتين. وطبعا التوتر والقلق لازم يقلوا بشكل كبير جدا. اخر حاجة لازم نقسم الوجبات بتاعتنا على 5 أو 6 وجبات. دي النصايح العامة. طيب ايه بقى الاكلات الممنوعة؟ هنتكلم الاول عن الاكلات الممنوعة. اول حاجة الاكل المقلي، المقليات في الزيوت، وخصوصا الناس اللي بتحب تاكل في محلات الفاست فود، الموضوع ده ممنوع تماما ولازم تبعد عن الاكلات دي نهائي. تاني حاجه الاكلات الحاره او السبايسي، وده لان المعده او الجدار بتاعها بيكون حساس جدا للحاجات الملتهبه، فبيبتدي يعمل مشاكل كتيره جدا داخل المعده وداخل جدار المعده. وبرده من ضمن الحاجات الممنوعه يا شرب القهوه او الكافيين بصفه عامه، سواء كانت القهوه بقى، النسكافيه، الشاي، الحاجه الساقعه، خصوصا الحاجات الغامقه، كل ده ممنوع، لان كل الحاجات دي بتحتوي على كافيين، والكافيين من الحاجات اللي هتضايق قوي جدار المعده بتاعك لو كان في جرثومه المعده. وطبعا الحاجات اللي بيبقى فيها الياف عاليه او نسبه الالياف فيها عاليه، زي الفاكهه اللي بتتاكل بالقشر بتاعها، دي برضو من الحاجات اللي تعتبر ممنوعه، فياريت نبعد عنها خالص. واللي هنتكلم عن الفاكهه اللي مش ممنوعه دلوقتي، يعني عشان بس محدش يتوه ويقول لي طب ايه هي الفاكهه دي، احنا هنتكلم عن الفاكهه بالتفصيل كمان شويه. المواد الحافظه، يعني طبعا نحاول نبعد خالص عن المعلبات، الحاجات اللي هتكون في علب او كده نبعد عنها عشان المواد الحافظه. اخر نقطه معانا هي الحمضيات، والحمضيات دي يعني فيها كلام كتير شويه، لان معروف ان الناس اللي عندها الحمضيه بتاعت المعده قويه صعب انها اصلا تصاب بجرثومه المعده. فازاي انت بقى عايز نبعد عن الحمضيات؟ ده الحمضيات هتقوي جدار المعده. لا، الكلام ده لو اصلا ما عندكش جرثومه معده، يعني لو ما عندكش جرثومه معده وعايز تحمي جدار المعده بتاعك ومعدتك من الجرثومه، بتاخد حمضيات كتير، الليمون والبرتقال.
اما لو وصل الموضوع عندك لان بقت فيه قرحه معده حتى لو بسيطه، هنا لازم تبعد عن الحمضيات لحد ما تعالج معدتك كويس جدا، وترجع بعد كده تستخدم الحمضيات دي كمانع او كزياده لمقاومه جرثومه المعده علشان ما تجيلكش بعد كده. وصلت؟ اخر حاجه هنتكلم عنها هو نظام الاكل. اكل ايه بقى في الفطار، في الغداء، في العشاء، بين الوجبات؟ هنقول الكلام ده بالترتيب، بس معلومه صغيره لازم تبقى فاهمها، ان لو عندك اي مشكله تاني غير جرثومه المعده فانا ماليش دعوه بالكلام ده دلوقتي، انا بتكلم عن الاكل اللي ينفع لجرثومه المعده عموما. اما لو في اكلات موجوده هنا وانت مثلا عندك قولون فممنوع منها، او عندك نقرس فممنوع منها، لا دي قصه تانية. انا دلوقتي بتكلم عن جرثومه المعده فقط. حد عنده جرثومه معده بس هيعمل ايه؟ اول ما يصحى يفضل طبعا ان ياخد معلقه عسل ابيض على الريق، دي هتفرق معاه كتير جدا، بتحسن المناعه بتاعه المعده وبتقوي جدار المعده. ولو انت من الناس اللي ما بتقدرش تعمل الموضوع ده بسهوله زي حالاتي يعني، فممكن تخففه بميه، مفيش اي مشكله خالص، ميه بارده وتحط عليها معلقه العسل الابيض وتقلبهم وتشربهم. الموضوع بقى اسهل كتير من المعلقه بتاعه العسل كده خام. طب بالنسبه للفطار، الفطار بتاعنا هيكون عباره عن كوبايه لبن رايب ومعاها بيضايه وحته جبنه كده في حجم البيضه، وممكن تاخد معاها رغيف عيش اسمر، او يفضل عيش الشوفان. عيش الشوفان مع الناس اللي عندها جرثومه المعده احسن بكتير، فيفضل انك اي وجبه فيها عيش يكون معمول بعيش الشوفان، او لو مش متوفر هيبقى عيش اسمر عادي. اما بقى المشروبات اللي ممكن تستخدمها ما بين الفطار والغدا، فاحنا عندنا نوعين من المشروبات، اما مشروبات دافيه. المشروبات الدافيه هتكون شاي اخضر، نعناع، ينسون، قرفه. طيب لو عايز بقى مشروبات مسكره، عصاير يعني، هيبقى عندك عصير التوت والجزر والعرقسوس والرمان. نيجي بقى لنقطه الغداء، واهم حاجه في الغداء انه يبقى مطبوخ كويس قوي. الناس اللي عندها مشكله في المعده سواء جرثومه معده او قرحه في المعده، لازم الاكل بتاعها يكون مطبوخ قوي، مستوي قوي، وهيكون من 4 ل 6 7 8 معالق رز على حسب يعني احتياجاتك من كميه النشويات، ويكون رز مطبوخ كويس جدا بس معمول بميه، ومعاها حته اللحمه او الفراخ اللي من 60 لحد 150 جرام، برضو على حسب سعراتك الحراريه واحتياجك اليومي، اللي لو محتاج تفهم عنها تفاصيل هتلاقي الموضوع ده مشروح في اول السلسله اللي بنتكلم فيها. وكمان هيكون معاك شوربه خضار وبطاطس مهروسه. وما بين الغداء والعشاء برضو هنقدر نستخدم المشروبات الدافيه او العصاير اللي اتكلمنا عنها من شويه، او ممكن نضيف براعم البروكلي. وبراعم البروكلي رهيبه جدا وممتازه، وممكن لو دخلت على النت كده شويه وحبيت تعرف ازاي تعمل براعم البروكلي دي عندك في البيت بدل ما تشتريها جاهزه، هتلاقي وصفات كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده. او ممكن تحط براعم البروكلي مع الوجبه الاساسيه غداء او عشاء. بالنسبه بقى لوجبه العشاء فهناخد او هنخليها وجبه خفيفه شويه، هتبقى يا اما فاكهه يا اما خضار. طب دكتور احمد انت في الاول اتكلمت على ان الفاكهه اللي فيها الياف عاليه ممنوعه، طب ايه بقى الفاكهه اللي مسموح بيها؟ اول حاجه الخوخ، يليها الكمثرى، يليهم الموز، يليهم التفاح. الاربع فواكه دول نقدر نستخدمهم بشكل كويس جدا، مفيش فيهم مشكله، او المشاكل بتاعتهم اقل من غيرهم، لان انا عارف ان الفاكهه دي برضو فيها الياف لكن مش عاليه زي انواع تانية من الفاكهه. لو بقى مش هتعشى فاكهه وعايز اتعشى خضار، يعني سلطه مثلا، خس او جرجير، مفيش فيهم اي مشكله، وممكن يتحط عليهم نص خيارايه صغيره متقطعه بشكل صغير قوي، وممكن تضيف ليهم معلقه زيت زيتون. قبل بقى ما انهي الحلقه جالي سؤال كتير جدا، يا دكتور ايه رايك في خل التفاح لمشكله جرثومه المعده؟ خل التفاح من الحمضيات القويه جدا اللي انا بنصح بيها اي حد اتعالج خلاص من جرثومه المعده او خايف تجيله جرثومه المعده. اما لو عندك جرثومه المعده خل التفاح ما يعتبرش علاج، اي حد يقول لك كده بيضحك عليك، ده هيهري جدار المعده اللي اوريدي اصلا فيه قرحه، فلازم تبعد عن خل التفاح لحد ما تتعالج، بعد كده استخدمه بدون اي مشاكل علشان تحمي نفسك ان ما يرجعلكش ان شاء الله المشكله دي. ودي كانت كل حاجه معانا النهارده في نظام غذائي خاص بجرثومه المعده. اكتبوا لي في التعليقات اي نظام غذائي محتاجين ان احنا نتكلم فيه وهنعمله في اقرب وقت. كمان الناس اللي حابه انها تتواصل معايا بشكل خاص ممكن تتواصل معايا من خلال اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو. والناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايكات كتير. ومن هنا للفيديو الجاي اشوفكم بخير. السلام عليكم.